الحمد لله يا رب. عملوا لي فيزا في الشغل، الاربع شهور وخمس شهور اللي انا كنت شغالهم تحولوا لي على الفيزا بدل التعب كل واحده والثانيه شحطت معاهم. يا ما انت كريم يا رب. يا عامل حق سعيد. الحمد لله. ايه شوقي؟ ايه اخبارك؟ تمام. إيه الاخبار؟ وي دي فيزا؟ الحمد لله ربنا كرمنا، عملوا لي فيزا في الشغل. متى عملتها دي يا مطعين؟ لسه جايبها حالا. الف مبروك ولا الف مبروك. الله يبارك فيك، هحول كل فلوسي عليه عشان موضوع الجواز دلوقتي. خلي بالك أأمن حاجة موضوع الفيزا ده، أنا برضو كل فلوسي بحطها في البنك. الحمد لله يا رب. وعامل لي بتاع 4 5 فيز بقبض منيهم، موضوع أمان الأمان يعني امان الفيزا؟ أمان يا راجل. ولا وانا اي حاجه فيها هحوش على طول في الفيزا. يا مسهل الحال يا رب، ما نشوف لنا كان مغفل من بتاعت الفيز دول، ناس مغفلين خالص. نفتح البرنامج كده بتاع الهاكر ده الأول. أيوة، وهذه أول واحد مغفل نبعت له رسالة كده. تمام، أول واحد مغفل. لا خليك زي ما أنت، الفيزا دي أمان يعني، أنت تشتغل بها على طول، وإيه تروح تقبض برضو في نفس اليوم. إيه في حاجة رايقة؟ في رساله جاتني. رسالتي دي وريني. خد اقراها لي يا اخي، مش عارف اقراها. بيقول لك الرسالة دي أي هي في. طب أنت لحقت؟ بيقول لك الحق يا ماكلابوك، قال حسابك هيتقفل. حسابي هيتقفل؟ أيوه يا بدي انا لسه جايب الفيزا ده دلوقتي. والله. لا دقيقة، في رقم في الآخر بيقول لك اضغط هنا، قال رن عليه. طب اتصل لي بيه شوقي. حاضر يمكن يكون بتاع البنك، شوف لي العاملين. حد كان لعب في الرقم الباسبورت بتاعك، اللي هو الرقم الباسبورتي. يا مسهل. أيوة أنا شكله هو المغفل بيرن. والله. ألو؟ يمكن يكون في تحديث ولا حاجه. الو خد كلمة. الو. قول له لسه ضلك عاملها ايه الحكاية؟ مدير. أيوة فندم، معك البنك. أيوة فندم، حضرتك البنك اللي بعت لك الرسالة دي دلوقتي. يا فندم، الباسورد بتاعك اتقفل فهنعوز نغيره يا فندم. تمام. حضرتك في الفيزا عندك في 16 رقم من قدام، ممكن تملهم لي؟ الارقام اللي على الفيزا؟ تمام حضرتك. شوقي عايز الارقام اللي على الفيزا. هو تبع البنك. ملهم له. حاضر يا فندم. 16 رقم قدام: 372 931 44 892 3781. تمام. وفي 3 أرقام تاني بقى في الفيزا من ورا، ممكن تملهم لي؟ في 3 ارقام من ورا؟ ماشي، عايز الارقام اللي ورا شوقي. تبع البنك. تبع البنك. ملهم له. ماشي يا فندم. 119. تمام. هتوصلنا رسالة يا فندم؟ ماشي. خد يا شوقي اقرا الرسالة دي. وريني كده. شوفها كده. مبروك. ايه في؟ تم تحويل 5000 جنيه 5000 جنيه على الحساب الجديد. ايوه. ورسالة كمان. وادي ايه ده؟ دول 4 رسائل. 20,000 جنيه تحولوا لك على الحساب الجديد. دول 20,000 اللي كانت في الفيزا يا شوقي. أيوة. تحولوا على فين؟ الف مبروك على الحساب الجديد بتاعك اللي هو كلمك. على الباسورد الجديد؟ على الباسبورت الجديد. ايوه. اسيبك انا عشان الحق صلاة العصر عاد. يا فندم. ايوه كده تمام. ال 20,000 كلها اللي في الفيزا اتسحبت. تمام كده، التحويلات كلها تمت. تمام يا فندم. كده انت في الامان يا فندم. تعمل لي باسورد جديد؟ مبروك عليك الفيزا الجديدة. تمام يا فندم. يلا سلام يا فندم. ماشي يا فندم، ماشي. مع السلامة. يا حمار، يا حمار، الناس بكت مش عارف ايه جرارها. يوه ايه رنان تاني ذي؟ ايه رقم الارض دتي؟ الو. السلام عليكم يا فندم، معك محمد عامر من فرع الأقصر بالبنك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. انتوا لسه مكلميني دلوقتي في حاجة تانية؟ حضرتك سحبت مبلغ 20,000 جنيه على 4 دفعات، صح كده؟ لا يا فندم، انا ما سحبتش حاجة. انتوا حضرتكم اتصلتوا بيا وقلت لي على الارقام ومليتها لكم انا دلوقتي. حضرتك ما فيش أي حد حاول الاتصال بيك من البنك. طب نعرف حضرتك الرقم اللي كلمك؟ رقم 010 يا فندم. البنك استحالة يكلمك من رقم 010 وأي زيرو في الدنيا. الرقم بيكلمك من 4 أو 5 أرقام بالظبط اللي هو البنك. يا فندم دلوقتي في حد اتصل بيا، تمام، وبعت لي رسالة وانا اتصلت بيه.
ومليت ال 14 16 رقم اللي قدام والثلاث ارقام اللي ورا. يا عبيط، هو اي حد يرن عليك كده تبعت له على طول وتكلمه؟ المهم خلينا في الموضوع المهم، تتوجه بسرعه على اقرب فرع للبنك وتروح بسرعه عندنا هناك، هنقوم معاك بالواجب. طب يعني يا فندم انا فلوسي كده فين؟ انت اتنصب عليك يا فندم، مبروك. نصب علي؟ يخرب بيتك يا سعيد، الله يخرب بيت ابوك. ماشي يا فندم، ماشي يا فندم. الله يخرب بيت ابوك يا شوقي، فلوسي كلها راحت. الله يخرب بيتك وبيت اللي جابوك يا شوقي، عامل لي فيها ابو العقريف جنبي. روح يا شيخ طريق بنصيبه، اروح وين واجي من وين؟ درك اروح اقرب فرع على البنك ده.